النهارده الجمعة وما تخافش يا سيدي، انا لا هحفل عليك بالقضية ممكن من جديد ولا هحفل عليك بما ان مر اسبوع على نهائي الكاس اللي انت خسرته مني 2-0. انا هتكلم في حاجة تانية خالص. انا بس حابب افكر اتحاد الكورة ان مر اسبوع كامل على نهائي الكاس وما تمش معاقبة شيكابالا ولا دونجا على الافعال اللي عملوها بعد نهائي الكاس. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي وسلم على يشفع فيا وفيك، وما تنساش الدعاء لاخواتنا اللي موجودين في فلسطين وفي السودان وفي اليمن، ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم عن قريب ان شاء الله، وعاجل غير آجل، ورمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. وخلينا نبدأ حلقتنا النهاردة. بس قبل ما نتكلم في أي حاجة، واحد دلوقتي هيطلع يقول لي أنت اتكلمت على شيكابالا وعايز العقوبة تطلع بعدها بأسبوع، مع إن كهربا لما تعاقب قبل كده العقوبة طلعت بعدها بمدة، فأنت ليه بتتكلم دلوقتي؟ أحب أقول لك يا سيدي، هو كهربا لما تعاقب وأخد إيقاف في عدد ماتشات معين من الدوري، أعتقد كان 6 ماتشات في أول الدوري ده، لما تعاقب العقوبة دي، هل العقوبة اللي هو أخدها دي أخدها بناء عن فعل هو عمله؟ هو الراجل جاب جون في الزمالك وقال لك اوف كهربا حطه صح، هو ايه العيب في اللي هو قاله؟ قال لك اصل انتوا بتقولوا الكلام ده لجماهير الزمالك. احب اقول لك يا سيدي ان العقوبه اللي الراجل ده اخدها بناء على طلب المعزول من ناديك، كمان هم جابوها بناء على حركه الشفايف، يعني الموضوع اساسا ما كانش موجه. بس ما علينا، هو الراجل اتوقف وخلصت العقوبه بتاعته وهو بيلعب دلوقتي في الدوري وبيمتعنا. تعال بقى نخش في الحلقه بتاعتنا بتاعت النهارده، وبمناسبه رمضان فالاجواء في 100 عقبه مش على ما يرام. الاهلي بعد ما فاز ببطولة كاس مصر على حساب نادي الزمالك بنتيجة 2-0 توقيع امام عاشور وقفشه، الاجواء بعد الكاس متكركبة على الاخر في 100 عقبة. ورقة وقلم كده معايا يا سيدي الناس واكتب معايا. رقم 1، ايقاف مدير الكورة عن العمل في منصبه وتحويله للتحقيق بسبب موضوع الدورة الرمضانية بتاعة شيكابالا. لكن الغريب بالنسبة لي في الموضوع ده ان شيكابالا نفسه ما تحولش للتحقيق ولا نزل عليه اي عقوبة، بالرغم من ان هو المسؤول عن الفعلة دي وان هو لعب بدون اذن نادي الزمالك، فيما معناه ان هو مش مقدر ناديه. رقم 2 معانا وهو المدرب المساعد لجوزيه جوميز. دلوقتي جوزيه جوميز عايز مدرب مساعد اجنبي، ومجلس الاداره عايز يعين واحد من الحبايب زي بين قوسين كده امير عزمي. ففي خناقه دايره دلوقتي على موضوع المدرب المساعد لجوزيه جوميز، وده اللي هياخدنا للنقطه رقم 3، وهي ان اساسا تواجد جوميز في الاداره الفنيه لنادي الزمالك اصبحت على المحك، لان هو مش عاجب بعض الناس وطريقته مش عاجبه الناس واسلوبه كمان مش عاجب بعض اللاعبين. وبين قوسين انا هسيبها لك مفتوحه بقى، انت قول لي بين قوسين مين. تعال بقى نروح على اخبار النادي الاهلي، واقول لك ان النهارده كانت اخر تمرينه للنادي الاهلي قبل التوقف الدولي، وفي حاجه حلوه جدا حصلت لصالحنا، وهي بسبب تواجدنا في شهر رمضان وان احنا هنلاعب سيمبا التنزاني. الماتش بتاع الذهاب اللي في تنزانيا هيكون في شهر رمضان، فالموضوع دلوقتي اصبح ان احنا هنلاعب سيمبا التنزاني يوم 29 مارس، واصبح الماتش في ميعاد الساعه 8 مساء و9 مساء بتوقيت تنزانيا. اهم نقطه بالنسبه لي في ان الماتش هيتلعب الساعه 8 بتوقيت القاهرة هو ان احنا هنلعب بعد الفطار في دولة افريقية، ودي سابقة نقول عليها حديثة. وخلي بالك انا عايز اقول لك على حاجة، فريق سيمبا التنزاني فريق شرس جدا، فريق مش سهل خالص. انا عارف ان احنا هنعديه، بس مش هنعديه باقل مجهود زي ما الناس مفكرة. فريق سيمبا التنزاني تعبنا جدا في بطولة دوري السوبر الافريقي لما تعادلنا معاه ذهابا 2-2 في تنزانيا، وقدر ان هو يجيب فينا جون هنا وكان هيطلعنا من البطولة بدري لولا بس ان احنا قدرنا ان احنا نتعادل، وقدرنا ان احنا نكمل مشوارنا في البطولة بماتش كان سيء جدا 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 من مارسيل كولر وبعض اللاعبين. فانا اتمنى ان الماتش ده ما يتكررش تاني مع سيمبا التنزاني. وعلى فكره المدرب اللي ماسك سيمبا التنزاني حاليا هو نفس المدرب اللي اخذ مننا بطوله السوبر الافريقي لما هزمنا عن طريق فريق اتحاد العاصمه الجزائري. مدرب كبير، مدرب قادر ان هو يقلب الماتش لصالحه، لكن في الاول وفي الاخر احنا برضو النادي الاهلي وقادرين ان احنا نعدي من الدور ده بسلام. واتمنى بشكل كبير جدا مش من مارسيل كولر، انا عارف ان مارسيل كولر كان بيجرب في الماتش بتاع البنك الاهلي، لكن انا اتمنى طبعا بشكل كبير جدا تركيز كبير جدا من بعض اللاعبين اللي موجودين جوه النادي الاهلي، زي مثلا محمد هاني اللي بقى بيسيب مكانه وبيروح لمكان تاني ويفتح الجبهه بتاعته شوارع للجناح اللي بيلعب قصادنا، وده كان سبب من ضمن اسباب هزيمتنا في الماتش بتاع البنك الاهلي. طبعا ده راجع لسوء التغطيه بتاعته على الهدف الرابع اللي جه فينا، والمدافع عدى من وراه كده وشمطها كده بالهيد على طول، راحت في الزاويه البعيده من مرمى الاهلي. لكن الحاجه اللي مش حلوه بالنسبه لي بقى هي ان ماتش
ماتش العوده اللي هيتلعب قدام سيمبا التنزاني هيتلعب في القاهره يوم 5 مارس. هو لسه ما تمش تحديد الميعاد بنسبه 100%، لكن بنسبه 99% الميعاد بتاع ماتش العوده يوم 5 مارس في 10 مساء. وده اللي هياخدنا لنقطه تانية خالص في الدوري عندنا، وهي ان الماتش بتاع الاهلي وفيوتشر هيتم تاجيله لعدم كفايه الوقت طبعا ما بين المباراتين، او ان الاهلي يقدر ان هو يلعب ماتش ما بين الماتش بتاع الذهاب والماتش بتاع العوده. وصدقني والله الموضوع ده مش في مصلحه الاهلي تماما، لان كل تاجيل على الاهلي بسبب البطولات الخارجيه اللي بيلعبها، كل تاجيله بيعملها هو ضغط كبير على الاهلي، لان الماتشات دي كلها بتضغط في وقت صغير. فاصبح ان الاهلي وارد جدا ان هو يلعب باقي الموسم كل 3 ايام ماتش، وده شيء ما يستحملوش اي لاعب، وده ممكن ينتج عنه اصابات كتير، ودي ممكن تعطلنا في البطولات القاريه اللي احنا بناخدها. وكمان لسه عندك في شهر يونيو في لسه المنتخب هيلعب ماتشات تصفيات كاس العالم، فانت عندك كذا توقف موجود بالنسبه للاهلي، واللي طبعا هيأثر على لاعبيه بالسلب، لان في اكتر من 8 او 9 لعيبه موجودين في منتخب مصر، ودول اللي هيواصلوا خلال فتره التوقف الدولي. سؤال اخير في الحلقه النهارده بالنسبه لي، وهو هل تم ايقاف حكام مباراه الاهلي والبنك الاهلي ولا لسه؟ السؤال ده انا سمعت النهارده كده ان تم ايقاف الحكم بتاع مباراه الاهلي والبنك الاهلي لمده شهر. انا ما اقدرش اجزم ان الحكم تم ايقافه بشكل فعلي، لان احنا لسه في فتره توقف دولي، ومش هقدر ان انا اقول وان انا شايف كده ان الحكم فعلا تم ايقافه الا لما اشوف ماتشات الدوري هو هيحكم فيها ولا لا. القصه بالنسبه لي مش ايقاف الحكم محمود البنا خالص، لا، انا بالنسبه لي ان في منظومه سيئه جدا للتحكيم في مصر بينتج عنها اخطاء كارثيه لحكام ما عندهاش ادنى انواع الخبرات. وطبعا احنا فاكرين الحكم امين عمر اللي كان بيحكم في ماتش للزمالك قبل كده، وكان في ضربه جزاء مستحقه لصالح نادي الزمالك، وراح كمان شافها في الفار، رغم ان الكوره اعتقد كانت هاند بول واضح جدا، وكانت الكوره على الخط، لكن هو ما حسبهاش، لانه شايف ان اللعبه حتى لو هي موجوده على الخط دي مش معناها ان هي ضربه جزاء. وده ينم بشكل كبير جدا على ان المنظومه التحكيميه اللي موجوده في مصر سيئه جدا، ما عندهاش خبرات، ما عندهاش كفاءات، وده اللي ملبس الدوري بتاعنا في حيطه وعامل لنا مشاكل كبيره جدا ما بين الانديه وبعضها. صديقي، لو انت والابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه بتاعتنا وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، وخبطنا لايك المتين كده عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، ونشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.